الساحرة. في الفترة دي انا مقصرة جدا 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 في حياتي، في حياتي اللي لسه بتبتدي. انا اكتشفت حاجة مهمة جدا، اني مش قادرة. لا مش قادرة. ايه يا بنتي الفشل ده؟ ما تقومي تعملي لك اي حاجة كده. يا بنتي ايه يا بنتي الفشل ده؟ خطة كده بقى وتحققيها وتخلي الخطة تمشي وراكي وانتي تمشي وراها وكده يعني. كده افرحي بالدولار والاسعار اللي راحت في داهية والخامات اللي احنا مش عارفين نجيبها. ايه بقى؟ قومي اتفرجي لك على كام فيديو تحفيزي كده وكلام مؤثر كده يمكن يشجعك كده وتسعي ورا هدفك. الحوار ده بقى انا هقول لكم. من اول سنه يا جماعه 2022 قررت اتعلم شغل الهاند ميد واتعلمه كويس واتقنه، ازاي اعرف اشتغل بسلك النحاس ويطلع اكسسوارز حلوه وتبقى اشكال حلوه وانجح فيها. بس للاسف مفيش تشجيع، وكل يوم اقول مش مشكله هتعلم واجرب. طول الفتره اللي فاتت وانا بحاول اجرب واتعلم، بحاول انزل فيديوهات وبنزل فيديوهات، اكسل شويه انزل باستمرار، مش عارفه. وفي فتره بكسل جدا 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 وبنام، ويوم اقوم يا جماعه بكل نشاط وحيويه حماس كده واكون متحمسه، بقعد اتعلم وبخلص جزء من اللي ورايا واللي عايزه انجزه في حياتي، وبعدين ارجع انام تاني وارجع تاني اهتم بصحتي وارجع اكل فاكهه واهم شربي واكلي. اكل بقى حاجات مفيده وخضروات وازاي امشي على الاكل الصحي. عايزه 2 برجر و2 بطاطس وبيبسي. هاكل لوحدي. اهم حاجه بس يكون بيبسي دايت، وما تنساش تزود البطاطس. عشان كده يا جماعه ابتديت بقى ان انا اجرب وافشل. عشان كده يا جماعه طلعت اول تجربه فاشله ومش عارفه انجز اي حاجه في حياتي كتير يا جماعه، ان انا مقصره اتعلم حاجات كتير. الفشل ده بقى يا جماعه بيجي من ايه؟ اللي انا قاعده خطط فاشله مش بعرف انفذها خالص، اكني بالظبط بقول لنفسي ازاي افشل. فاول ما بصحى من النوم مش بشوف انا اعمل ايه، امسك الموبايل ولا اعمل فيديو ولا اعمل حاجه جديده ولا اعمل ايه بالظبط. بفضل افكر واختار وهشوف اختار بين الاتنين، هل انا اختار التليفون ولا انجز حاجات جديده في يومي، ولا بقى يا جماعه اقوم اصور فيديو. في حاجات كده يا جماعه تحس ان هي ضروريه وفي حاجات مهمه، والواحد بقى يا جماعه بيفضل يحتار بين المهم وبين الضروري، ان هو بقى يقدر ينفذ انهي واحد فيهم. زي يا جماعه ان احنا مش ضروري نرد على اصحابنا كلنا في التليفون وعيلتي، بس برضه يا جماعه ضروري اللي انا ارضيهم. وبنزل برضه يا جماعه خروجات ما كانتش ضروريه بس بضيع وقت وخلاص. في حاجات ولا ضروريه ولا مهمه وبرضه بنعملها، وبرجع تاني يا جماعه لنفس الدوريه، اللي انا اقعد على السرير ولا امسك التليفون ولا اعمل اي حاجه مفيده تانية. طبعا هنختار التليفون. بالظبط ده اللي بيحصل معايا. اسال نفسك بقى ايه الحاجه اللي انت بتعملها ضروريه ومفيده بتضيع فيها وقتك. في حاجه كده يا جماعه كلنا اتعلمناها غلط، احنا يكون عندنا شغف للحاجه، ده غلط. كلمه شغف دي المفروض نبدلها بكلمه تانية. كلمه شغف يعني ان احنا لازم نكون شغوفين بالحاجه او بنحبها قوي. مش كل يوم هتصحى ان انت يكون عندك نفس الشعور وتنجز الحاجه دي. فكلمه شغف دي يا جماعه ممكن نبدلها بكلمه الالتزام، عشان يكون كل يوم عندنا النشاط اللي احنا نلتزم بالحاجه اللي احنا المفروض نعملها. الالتزام بيكون افضل بكتير، عشان كده غيرت الكلمه بكلمه الالتزام. عشان كده بالظبط لازم يكون عندنا شغف التزام ان احنا نعمل الحاجه دي، عشان كل واحد مش كل يوم بيصحى حابب اللي بيعمله. زي دلوقتي انا مش عايز اصور الفيديو بس بصوره عشان الزمت نفسي ان انا اصور الفيديو. ما فيش حد يا جماعه كل يوم بيصحى طايق نفسه. الالتزام ده محتاج تدريب وجهد، حتى لو مش ملتزم مش بعرف استغل كل وقتي. ما تخليك مسيطر يا اسطى. ايه علاقه ده بده؟ لما يبقى عندك سيطرة على وقتك بتقدر تعمل كل الحاجات اللي انت نفسك فيها في وقت معين. اللي اكتشفته ان خطط الاسبوع احسن من خطط الشهر والسنوات. فان انا خطط الاسبوع اللي انا اخلي حاجات قريبه منها عشان قريبه مني عشان اقدر انفذها على المدار اللي انا حطيته فيه لنفسي. فحاول تفتش على نفسك وتشوف هل انت قدرت تنفذ الحاجات اللي انت حاططها ولا لا. الفيديو ده يا جماعه هيعلمنا ازاي ننجح في الفشل. لما يكون الانسان وراه حلم يفضل يسعى وراه وينفذه. زي حلمي كده يا جماعه اللي انا عايزه ابقى مصممه اكسسوارات وابقى مشهوره. زي يا جماعه ما كان حلمي بالظبط ابقى مهندسه ديكور، برضو عندي كذا حلم تاني. عشان ابقى مهندسه الديكور ده لسه قدامي سنوات طويله، وعشان ابقى مجتهده في التعليم. انما حلمي كمصممه اكسسوارات بسعى وبتعلمه من دلوقتي. حلمي ده يا جماعه مش هيتنفذ غير بدعمكم ليا، وباذن الله هنكبر مع بعضينا والقناه بتاعتنا دي بقى كلها تبقى تحفه. وتنسوش بقى يا جماعه تدعموني باللايك وتعملوا لي فولو وتكتبوا لي في الكومنتات عشان انا بقراها كلها، عشان انا عايزه اقرا كومنتاتكم الحلوه. باي.